بالنسبه لي وسام داوود يسمع الكلام عارفه. انا قادر ادافع عن موقفي في الموضوع. اكبر فاسد في الاقتصاد السوداني هذا المدعو اسامه داوود عبد اللطيف. وخليه يمشي يفتح فيني بلاغ، مش يدفع للاحزاب قروش عشان تلمع سلطه في الاعتصام. هسه بلاغات مردومه في المحكمه. مبروك والله. اسامه داوود يدفع للاحزاب قروش عشان تلمع صورته، ما بتدفع لنا يا زول، نحن صورتك ما بنلمعها. طب يجي يقول لك فلان لمع فلان، ساكتين عنه ليه؟ ودارين يجيبوه كمان وزير اقتصاد ولا وزير استثمار معالي. صناعة. وزير صناعة، لانه دفع لهم قروش. خليه يمشي يفتح بلاغ السي، نتلاقى في المحكمة كله. أكبر فاسد في الاقتصاد السوداني. هو وعبد الباسط حمزة معاه مجموعة فيها 4. ده اللي يتحاكموا، لو ما عجبوا اللي يفتحوا بلاغات بتاعت عشان السمعة. الله أكبر. الله أكبر. أبو هريرة ده كمان بداية ده. الغضب انتهى. ناس أبو هريرة وجمال الوالي وبتاع ده ما محسوبين ذاتهم. ده المراسلات يا زول. ناس جهاز الأمن يعملوا قناة الشروق ويجيبوا جمال الوالي ويقول لك حق جمال الوالي. صالح قوش يعمل مركز المعلومات الصحفيه يسلموا لراس يقول لك مركز تابع لفلان، فاتح عروه وما عارف منه، مركز تابع مباشره للجهاز، شركه بشار والوطنيه ومين ومين، شركات تابعه لاسماء في السوق السوداني مباشره لحد الليله بتكب اموالها في الجهاز. لحد الليله جهاز الامن الاسي قاعد خليك من الزمان، الاسي قاعد الشارع منه دمبلاب الاسي قاعد مرتبات البند الاول مرتبات ما قاعد تطلع من الماليه، لو كذاب خليه يقولوا كذاب. مشتركين في جرائم اقتصاديه جوا السوق مع تجار قاعدين في السوق. قادر كله يتابع على الجهاز. ما في عسكري في الجهاز مرتب وقاعد يطلع من الماليه. دوله داخل دوله. الشماش اللي بيتكلم عن الدوله عميقه ديل ما عارفين ذاته عميقه وين ولا مشربه كبيان. تعال نرسم عليكم ونمشي في الكوره طيب. قلتونا زي دوله عميقه بنقلع انت قايل عمود كهرباء. بمناسبة الكهرباء ده يوافقوا بالجهاز قاعدين. قروش الكهرباء. قروش الكهرباء ما قاعد تخش المالية. نهائيا. قروش الذهب ما قاعد تخش المالية. قروش المرور أخيرا بقت تخش بعد الاتصالات الأخيرة. لازم الكلام ده هسه الكلام ده من 11 ابريل مفترض يدور، مش تقول لي قبضت علي كرتي وقبضت منه، علي كرتي منو يا زول؟ أنا واحد من الناس شفتوا أباطرة الشر في الاقتصاد السوداني لو ما تحاكموا ما بنرتاح. لأنه ما ممكن زول يشيل الدولار من البنك المركزي ب 7 جنيه. والدولار في السوق ب 21 جنيه ويقول لي بستورد لك شنو؟ قمح ودقيق من البنك المركزي ب 7 جنيه ويجي يسلم الدقيق الشوال ب 400 جنيه للمطاحن للأفران، تمام؟ نفس الزول بتاجر في السوق الاسود في شنو؟ في الدقيق مخصوص. والاوائل ببيع الكيلو بكم في السوق؟ الكيلو في الشوال كان بيطلع ب 7 جنيه، في السوق ب 50 جنيه، بتجيبه انت بالدولار حقنا المدعوم بتبيعه لي في السوق الاسود ولا حسيب ولا رقيب. منو كان بحاسب منه؟ نتحاكم يا زول. ما قاعدين ننقص بنحاكم والله وبننسى. وما عجبه الكلام ده اللي يفتح بلاغ بتاع عشان السمعه. اسامه داوود ما خش السجن وصادرت امواله، انا ما برتاح. ونمسكها لو شفتوا اديل 4 اسماء دمر البلد. نمسكها لو شفتوا من ابوه لما كان موظف في الجنوب، لما جابوه في التراكترات شغلوه، شال قروش ناس السنجيطي، عمل شنو باع شنو لحد المدارس الهنديه، المدارس القاعده في الاراضي التابعه للشركه، الاراضي بتاعت الخواجه المرك صاحب النسبه ل 51%. افتح مرات ثانيه ولا خليه؟ هذا كفاف. ده العنوان العريض. هو اسامه داوود ده مثال انا اخذتهم في راسي والله اللي يصفونا. الشركه بتاعت الكتربيلر دي شركه شنو؟ امريكيه. امريكا فاح حصار على شنو؟ على السودان، مانع منتجات الخش. دي كانت بتخش كيف قاعد تشحن وين تمشي وين؟ قول له اسامه داوود اقرا العقد بتاعك مع الشركه، السطر الاخير في العقد اللي انت موقع عليه في حاله دخول الاليات السودان تدفع غرامه 20% عن كل سنه. 20% من قيمه المبيعات تعويض للشركه عن كل سنه انت دخلت فيها اليات. الكلام ده انت موقع عليه، لو انا كذاب امشي اقرا العقد بتاعك وتم مصادره شنو؟ الاموال.
النائب العام الفات والنائب العام الاسي وانا محامي خليه يشيلوا رخصتي، حريقه فيها بعد ده. يتحاكموا. الزول الشطب البلاغ في مواجهته في الموضوع بتاع الضرائب مع الجمارك، الزول ده اخر سنه بس مدخل جمارك، ورقه بتاع الجمارك مدخل منتجات بمليار وكسر دولار، دافع ضرائب ل 350 مليون دولار. في فرق بتاع مليار وكسر دولار ما ابو جمرك ما مدفوعه فيه ضرائب، ده حق سنه واحده بس. وتجي تتقدم الادله ويجي النائب العام يشطب البلاغ، تتحاكم انت والنائب العام والورا النائب العام. ده ملف واحد، والملفات جايه كثيره، والمواكب الجايه كثيره، والنساتج قاعده كثيره. حقنا ما بنشيله بنحرقه، اللي بيغلبنا نشيله بنحرقه بس. بعد ده في شنطه بتاعت ملفات قاعده، انا ما قاعد اتكلم ساعه، الكلام ده ممكن يوديني لو فيه غلط واحد بينتهي من تاريخي المهني وبيسجني، وممكن اصفوك بورا ما عندي مشكله. في حاله التصفيه شرطنا قاعده بملفاتها بوصاياها بتسجيلاتها بعقوداتها في البواصل فيها. البواصل فيها البلد دي الحزب الباع ماسكنه، والزول الباع ماسكنه، والعامل فيها وطني وباع ماسكنه، والمصة دم الشعب السوداني ماسكنه. ولما نتكلم عن محاكمات تبدا بالبشير ولا تنتهي بالزول الساق العربيه الطقشت غسان في شارع. يا سلام.